أما هيفاء فواحد من الناس كان معدي قدام المحل ولقى إن باب المحل مفتوح في وقت متأخر. دخل علشان يشوف في إيه واتفاجأ إن القصة اللي معانا لشابة من تونس اسمها سكينة. البنت دي عملت كارثة وذنب كبير هتفضل تدفع ثمنه كل اللي باقي من عمرها. كانت فاكرة انها ذكية وهتنفد بعملتها، بس العجيب ان اللي فضحها وكشف سترها كان خصلة من شعرها. سكينة كانت بنت تونسية عندها 24 سنة، كانت متجوزة ومخلفة وعايشة في ولاية القيروان بتونس. سكينة كان عندها صديقة اسمها هيفاء، وهيفاء كانت أقرب صديقة ليها، يعني تعتبر صديقة عمرها. هيفاء كانت بنت شاطرة جدا وطموحة، ومن أول ما خلصت تعليمها فتحت مشروع صغير خاص بيها. المشروع كان عبارة عن محل خياطة. هيفاء اتعلمت المهنة دي وبقت محترفة فيها، ولما فتحت المحل الزباين كانوا بيتهافتوا عليها علشان هي كانت إنسانة أمينة ومخلصة في شغلها، وكمان كان بالها طويل مع الزباين وبتستحمل آراء وأفكار زباينها وبتعمل لهم كل اللي هم عاوزينه. علشان كده اللي كانت بتروح عندها مرة كانت بتستمر معاها دايما وما بتروحش لأي حد تاني. وعلى الرغم من إن المحل الخاص بيها كان صغير وموجود في أحد الأسواق البسيطة، إلا إن بسبب إتقان وتميز هيفاء الزباين كانوا بياخدوا مواعيد علشان ينفذوا عندها شغل. أما سكينة فخلصت دراستها الثانوية وبعدها اتقدم لها شخص وأهلها وافقوا عليه واتجوزته، وكمان خلفت منه أولاد. ومع ذلك علاقة هيفاء وسكينة فضلت مستمرة وكانوا على تواصل دايما مع بعض. سكينة زوجها كان موظف حكومي ومرتبه كان ضعيف، وبالعافية المرتب كان بيكفي طلبات البيت والأولاد، وأحيانا كمان كانوا بيستلفوا علشان يقدروا يكملوا باقي الشهر. الظروف المادية كانت صعبة جدا عند سكينة، على عكس صديقتها هيفاء اللي كانت ما شاء الله عليها معاها فلوس وبتشتغل وبتصرف على كل أهلها، أمها وأبوها وإخواتها، وما كانتش بتأثر معاهم أبدا. وفي يوم سكينة راحت لهيفاء وقالت لها أنا وضعي صعب جدا وزوجي مرتبه مش بيكفي مصاريف البيت والعيال. هيفاء قالت لها أنا تحت أمرك، أنا مش بس بعتبرك صديقة ليا، أنا بعتبرك أكتر من أختي وعشرة عمري، وأمريني وقولي لي إيه اللي أنت محتاجة له بالظبط. سكينة قالت لها أنا محتاجة مبلغ علشان أسدد ديون على زوجي، وكمان محتاجة شوية مصاريف عشان الأولاد والمدرسة والبيت. وبالفعل هيفاء ادت لها مبلغ كبير وسكينة كانت طايرة من الفرح. ومن بعدها بفترة هيفاء كانت حاسة ان سكينة ماديا مش مظبوطة، لانها كانت دايما بتفضل تشتكي لها من الماديات ومن الظروف، وهي في كل مرة كانت بتعطيها مبلغ كبير من المال وسكينة بتاخده وهي فرحانة ومبسوطة. فضلوا على الحال ده فترة، وبعد مرور كام شهر سكينة حست ان هيفاء هي الحل السحري اللي هينقذها من السر الخطير اللي كان هيدمر حياتها. وفي يوم سكينة كانت عند هيفاء في المحل واستنت لحد ما خلصت شغل وكل الزباين اللي كانوا في المحل مشيوا. فضلت سكينة تحكي مع هيفاء وتفضفض في كل امور حياتها لحد ما لقت ان دي فرصة مناسبة علشان تعترف لها بالسر الخطير اللي في حياتها واللي كان مسود عليها عيشتها. هما بيتكلموا مع بعض سكينة قالت لها يا هيفاء انا عندي سر في حياتي، سر كاتماه في قلبي ومخبياه عن كل اللي حواليا. هي استغربت وقالت لها معقول يا سكينة حتى انا مخبيه عليا؟ لا مستحيل، انت بتحكي لي كل شيء عن حياتك. قالت لها لا انا في شيء مخبياه. هيفاء قالت لها طب قولي لي ايه هو الموضوع، انت كده قلقتيني. سكينة قالت لها انا في شخص تاني في حياتي غير زوجي. اول ما هيفاء سمعت كده اتصدمت وقالت لها معقول الكلام ده؟ ازاي؟ انا اعرفك كويس، انت انسانة محترمة ومتربية، ازاي ده يحصل منك؟ هي قالت لها ان الحياة اللي عايشاها مع زوجها حياة مملة وكئيبة، ودايما كانت بتحس ان في حاجة ناقصاها، ومن فترة اتعرفت على شاب وحست انه عوضها عن كل شيء ناقصها في حياتها. قالت لها ازاي وامتى حصل ده؟ سكينة قالت لها انا كنت بقول لزوجي اني باجي ازورك وبقعد معاكي شوية لانه ما كانش بيسمح لي اخرج غير علشان بس اجي عندك، وانا اصلا كنت بروح علشان اقابل الشخص التاني، والموضوع ده ليه شهور. هي اتصدمت وقالت لها بصراحة انا مش مصدقة ان ده يطلع منك، ازاي انت تعملي حاجة زي دي وكمان بتستغلي زيارتك ليا وبتطلعي من ورا زوجك علشان تقابلي شخص تاني غريب عنك؟ ليه يا سكينة؟ ليه بتعملي في نفسك وفي زوجك واولادك الجريمة دي؟ حرام عليك، اللي بتعمليه ده خيانة لزوجك وخيانة لصداقتنا، وكمان عاملاني انا ستار لخيانتك، ده شيء ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد. سكينة قالت لها انا اسفة يا هيفاء، ارجوكي سامحيني وحاولي تساعديني وتقفي جنبي في الكارثة اللي انا فيها. الموضوع مش مجرد اني بعرف حد على زوجي، المصيبة الاكبر اني حامل. هيفاء قالت لها حامل من مين تقصدي؟ هي قالت لها انا حامل من الشخص التاني اللي بعرفه على زوجي، ولو زوجي عرف بالحمل ده هيكتشف خيانتي، لان انا ليا كام شهر بتخانق معاه وبرفض حتى انه يقرب لي او يلمسني، فاكيد لو عرف اني حامل هيعرف ان مش هو والد الطفل اللي في بطني. ارجوك يا
هيفاء ساعديني ساعديني. هي كانت بتسمعها ومش مصدقة نفسها، معقول كل ده يحصل منها؟ وفضلت تقولها في كلام كتير بيجرحها، واكيد طبعا هي تستاهله، بس سكينة كانت زي الغريق اللي بيتعلق بقشة. هيفاء قالت لها انا اسفة يا سكينة، انا الموضوع ده لا يمكن اتدخل فيه باي شكل من الاشكال، وبعدين انا مش فاهمة بالظبط ايه هو نوع المساعدة اللي انتي طالباها مني. سكينة قالت لها انا عاوزة انك تديني مبلغ من المال علشان اروح مستشفى معين واعمل عملية اجهاض، وكمان عاوزاكي تقولي لزوجي انك تعبانة ومحتاجة اني ابات عندك كام يوم علشان انا لازم ابات في المستشفى يومين. هيفاء فضلت تزعق وتقول لها لا طبعا انسي الموضوع ده خالص، اولا المبلغ اللي انت طالباه ده كبير جدا وانا ما عنديش حاليا المبلغ ده، وثانيا انا مستحيل اشترك في الجريمة دي وانا اشاركك في الذنب ده، وده اللي ما اقدرش ابدا اني اتحمله، ولا اقدر اني اساعدك انك تخوني زوجك وتستمري في اللي انت بتعمليه. الموضوع ده اكبر من طاقتي، ابعدي عني وانا من هنا ورايح مش عاوزة تكون لي اي علاقة بيكي. سكينة ما كانتش عارفة تعمل ايه، هي عارفة انها مجرمة علشان عرفت شخص تاني على زوجها، وكمان الشخص ده كان بيستغلها وبياخد كل الفلوس اللي معاها، حتى الفلوس اللي كانت بتساعدها بيها هيفاء كان بياخدها منها. وسكينة ما فضحتش نفسها عند هيفاء غير علشان تساعدها بالفلوس علشان تقدر انها تتخلص من المصيبة دي. فراحت سكينة للشخص اللي هي على علاقة بيه وقالت له انت لازم تساعدني علشان اتخلص من اللي في بطني علشان ما تفضحش قدام زوجي ولا اهلي. بس هو طبعا خذلها وقال لها انا ماليش دعوة بيكي، صرفي نفسك بعيد عني، روحي لزوجك وهو يتصرف، ياخد بقى قرض او يستلف وقولي له انك مريضة ومحتاجة عملية ضروري، او حتى روحي لصديقتك هيفاء وافضلي وراها لحد ما توافق وتساعدك. طبعا هي اتصدمت من كلامه وبان جدا انه تخلى عنها، بس اكيد هي اللي تستاهل لانها حطت نفسها في موقف مخزي زي ده. فضلت كام يوم وبعدها بقت تروح تاني عند هيفاء وتفضل تعتذر لها كتير وتترجاها تسامحها، وقالت لها انا مش عاوزة منك اي شيء، انا بس عاوزة ان علاقتي بيكي تفضل زي ما هي علشان انتي صديقة عمري وما اقدرش ابدا اني ابعد عنك. وطبعا لان هيفاء قلبها طيب وبتحبها صدقت كلامها ورجعت تاني تتعامل معاها وتستقبلها في المحل عندها. وفضلت سكينة تروح تاني عندها المحل وبتشوف ان معاها فلوس كتير بتكسبها من شغلها، وبتشوفها وهي بتحط رزم الفلوس دي في درج مكتبها. فالشيطان بقى استحوذ على تفكيرها وفكرت انها لازم تتصرف وبسرعة علشان تتخلص من الفضيحة اللي هي فيها، وما كانش قدامها غير حل واحد بس، انها تسرق الفلوس دي من هيفاء. فضلت تراقبها وتشوف امتى المحل بيكون فاضي من الزباين. فضلت كام يوم بتراقب المحل والمحل كان بيبقى مليان بالزباين. وفي يوم كانت قاعدة بره المحل بتراقبها وشافتها انها خلصت كل الشغل اللي معاها ولقت ان دي فرصة مناسبة خلاص، فرحت لها. ووقتها كانت لابسة عباية واسعة ومخبية تحت العباية عصاية كبيرة يعني زي شومة كده، ومخبية كمان سكينة. دخلت عندها بعد ما خلصت الزباين وكانت خلاص هتقفل وتروح. دخلت تجري عندها وهي بتصرخ وقالت لها اقفلي الباب بسرعة يا هيفاء، اقفلي الباب، زوجي جاي ورايا وهيقتلني، ارجوكي ساعديني. وهيفاء بالفعل قفلت الباب بسرعة وقالت لها اهدي في ايه؟ قالت لها زوجي بيدور عليا وهيقتلني. قالت لها خلاص اهدي ما تخافيش، انا هروح واجيب لك ازازة مية. سكينة بقى عملت نفسها منهارة وبتبكي وقالت لها شوفي يا هيفاء العباية بتاعتي اتقطعت وانا بجري، ممكن لو سمحتي تخيطيها لي علشان اعرف امشي. وبالفعل اعطتها العباية اللي كانت لابساها وهيفاء اخدتها وحطتها على المكنة علشان تخيطها. سكينة انتهزت فرصة انها مشغولة بالخياطة وطلعت العصاية اللي كانت مخبياها وفضلت تضربها على دماغها لحد ما وقعت على الارض وهي غرقانة في دمها. بعدها جريت على درج المكتب وابتدت تطلع كل الفلوس اللي فيه، اخدتها وراحت عند هيفاء وهي واقعة على الارض وقلعتها كل الذهب اللي كانت لابساه، واخدت كمان التليفون بتاعها اللي كانت لسه شارياه جديد. هيفاء كانت لسه عايشة وابتدت انها تزحف علشان تحاول انها تهرب. اول ما سكينة شافتها انها بتفوق راحت وجريت عليها وفضلت تضربها على دماغها بالعصاية وعلى كل حتة في جسمها، ولما قربت عليها لقت ان لسه فيها نبض، فراحت وجابت السكينة اللي معاها وضربتها في صدرها بالسكينة لحد ما اتأكدت انها خلاص فرقت الحياة. بعدها هي فضلت تمسح في الدم اللي جه على هدومها وغسلت ايديها والفلوس والذهب واخدت الحاجة ومشيت بسرعة. على طول راحت وركبت تاكسي وراحت على المستشفى اللي كانت متفقة معاهم انها هتعمل عندهم عملية الاجهاض. اما هيفاء فواحد من الناس كان معدي قدام المحل ولقى ان باب المحل مفتوح في وقت متأخر، دخل علشان يشوف في ايه وتفاجأ ان المحل
المحل غرقان بالدم وهيفاء مرمية على الأرض وميتة. بلغ الشرطة وبدأوا التحقيق وعرفوا إن اللي قتل هيفاء قتلها بدافع السرقة. طبعا الدنيا اتقلبت في المكان وأهلها والجيران كانوا منهارين لأن هيفاء كانت بنت محبوبة من كل اللي اتعاملوا معاها. أما سكينة فعملت عملية الإجهاض وبعدها بيومين طلعت من المستشفى وراحت على طول عند أهل هيفاء علشان تعمل نفسها بتعزي، وعملت طبعا نفسها منهارة ومصدومة من اللي حصل لصديقتها، وقالت لأهلها إنها كانت في المستشفى علشان كانت بتعمل عملية علشان يعني هي مريضة. طبعا السلطات الأمنية كانوا بيحققوا في الحادثة، وسكينة كانت بتروح عند أهل هيفاء علشان بتعمل نفسها يعني بتواسيهم علشان هي صديقتها المقربة، بس هي كانت بتروح علشان تتابع الأخبار وتشوف لو جهات التحقيق وصلوا لأي شيء في الحادثة. وفي مرة من المرات اللي كانت بتزور فيها أهل هيفاء سمعت واحد من قرايبها بيقول إن جهات الأمن معتمدين اعتماد كلي على التليفون اللي سرقه القاتل، مستنيين بس التليفون ده يتفتح علشان يعملوا له تتبع ويقدروا إنهم يقبضوا على القاتل. هي سمعت الكلام ده وروحت جري على البيت وطلعت التليفون من المكان اللي كانت مخبياه فيه وراحت لمكان بعيد ومهجور وحفرت حفرة ودفنت التليفون علشان تتخلص من أي دليل يقدر يوصلهم ليها. واستمرت إنها تزور أهل هيفاء علشان تعرف الأخبار وتسألهم لو كانوا رجال الأمن توصلوا لأي شيء. وفي مرة وهي هناك واحد من قرايب هيفاء سألها وقال لها يا سكينة انت صاحبة هيفاء المقربة مش كده؟ قالت له أيوة. قال لها انت رجال الأمن حققوا معاكي ولا لسه؟ قالت له لا مفيش أي حد حقق معايا. قال لها غريبة ليه ما عملوش ليكي أي استدعاء لحد دلوقتي؟ هي اترعبت وقالت له ليه هو أنا متهمة علشان يستدعوني؟ قال لها لا أنا ما أقصدش أي حاجة، بس رجال الأمن استدعوا كل الناس اللي بيعرفوا هيفاء علشان يحققوا معاهم، فاستغربت يعني إن محدش استدعاكي لحد دلوقتي. طبعا هو سؤاله كان عادي، بس هي طبعا علشان عاملة خافت وتوترت وبان عليها القلق واستأذنت منهم وسابتهم ومشيت. أما أهلها فبالفعل أثناء التحقيقات قالوا لرجال الأمن انتوا استدعيتوا كل الناس المقربين لهيفاء ما عدا أقرب صديقة ليها، محدش عمل لها أي استدعاء ولا حقق معاها. وقالوا لهم إن سكينة دي كانت أقرب صديقة ليها وكانت دايما بتكون متواجدة معاها في المحل ويمكن إنهم يقدروا يوصلوا لأي شيء لو استدعوها. سكينة قالت لنفسها أنا ليه خايفة، هو مجرد استدعاء وهيسألوني كام سؤال وهروح. بس بقى اللي هي ما كانتش عاملة حسابه إنهم كانوا بيستدعوها علشان ياخدوا خصلة من شعرها، لأن رجال الأدلة الجنائية أثناء معاينتهم لمسرح الجريمة لقوا خصلات شعر كتير في المكان، وبحكم طبعا إن في ستات كتير بيترددوا على المحل فأكيد يعني هيحصل وإنهم يقع منهم بعض خصل الشعر، بس في خصلة معينة كانت متغرقة بالدم وقريبة جدا من الجثة. فرجال التحقيق عاوزين يعرفوا مين هي صاحبة خصلة الشعر دي لأنها أكيد ليها علاقة بجريمة القتل. وسكينة لما راحت علشان يحققوا معاها سألوها كم سؤال وبعدين قالوا لها عاوزين خصلة من شعرك. هي استغربت وقالت لهم ليه انتوا عاوزين ليه خصلة من شعري؟ قالوا لها لا ده إجراء عادي وعملناه مع كل الستات اللي ليهم علاقة بهيفاء. هي أعطتهم خصلة من شعرها وروحت على بيتها، بس كانت مرعوبة وهتموت من القلق. وبعد يومين اتفاجئت سكينة برجال الأمن واقفين قدام باب بيتها وقالوا لها انت سكينة، انت الصديقة المخلصة، انت صاحبة خصلة الشعر يا مجرمة. هي فضلت تنكر وتقول لهم مستحيل انا اقتل صديقتي، واكيد وانا عندها في المحل خصلة من شعري وقعت على الارض، دي حاجة عادي وبتحصل، بس ده مش معناه اني انا اللي قتلتها. رجال الامن اخدوها معاهم على مركز الشرطة وفضلوا يحققوا معاها. هي فضلت تنكر. رجال الامن قالوا لها خلاص انت لازم تثبت لنا كنت فين لحظة وقوع الجريمة. قالت لهم انها في اليوم ده ما راحتش عند هيفاء. زوجها كان واقف جنبها وقال لها ازاي انت مش قلتيلي ان هيفاء تعبانة وهتروحي تقعدي عندها يومين؟ قالت لهم لا انا ما كنتش عند هيفاء، انا كنت محجوزة في المستشفى علشان هعمل عملية علشان انا مريضة. زوجها بص عليها وقال لها عملية ايه؟ قالت له الانتفاخ اللي كان في بطني اللي دايما كنت بتسألني عليه. قال لها ايوه صح انت كان عندك انتفاخ شديد في بطنك. قالت له ايوه انا كنت تعبانة وكنت محتاجة عملية ورحت عملت العملية في اليومين دول. زوجها قال لها ازاي هتعملي عملية من غير ما تقوليلي؟ الضابط قال له اهدى واخدوا اسم المستشفى وراحوا سألوا وعرفوا انها عملت عندهم عملية اجهاض، ومن بعدها استدعوا زوجها وقالوا له انت تعرف ان زوجتك عملت عملية اجهاض واجهضت نفسها في اليوم الفلاني في المستشفى الفلانية؟ قال لهم لا والله ما اعرفش انها كانت حامل اصلا، وازاي اصلا تكون حامل وانا ليا شهور ما قربتش منها وهي كانت بتبعد نفسها عني، ازاي حامل؟ بعدها جابوا سكينة وقالوا لها انت كنتي في المستشفى علشان تجهضي نفسك صح؟
هي انهارت وقالت لهم الله يخليكم استروا عليا، ما تعرفوش زوجي بموضوع الاجهاض ده. قالوا لها خلاص جوزك عرف كل شيء وعاوز يقتلك، فهمينا دلوقتي ايه موضوع الحمل والاجهاض ده، ولو اعترفت لنا بكل شيء احنا هناخد تعهد على جوزك انه ما يأذيكيش ابدا. هي قالت لهم ان الحمل ده كان من شخص تاني غير جوزها، هي كانت على علاقه بيه. سالوها وقالوا لها طيب دبرتي منين المبلغ اللي دفعتيه في المستشفى طالما زوجك ما كانش يعرف بموضوع العمليه ده؟ فضلوا يضغطوا عليها فانهارت واعترفت وقالت لهم انا هعترف لكم بكل شيء، انا اللي قتلت هيفاء. قالت لهم قتلتها علشان اسرق الفلوس علشان استر فضيحتي. وبعدها اعترفت بكل شيء، واهلها وزوجها كانوا منهارين، ورجال الامن فضلوا يحققوا معاها وحكموا عليها بالسجن المؤبد. اكيد هي كانت تستاهل حكم اكبر من ده كمان، ويمكن الغلطه اللي عملتها هيفاء انها امنت لواحده خاينه زي دي، واحده خانت دينها وخانت زوجها واهلها، فسهل جدا انها تخون صديقتها. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.